Hello everyone، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حلقة جديدة من حلقاتنا في لينجو لايت، صوما مقبولا وإفطارا شهيا. إن شاء الله مكملين على نفس الموضوع اللي ختمنا به لقائنا الحلقة اللي فاتت، وهو types of sentences. الحلقة اللي فاتت كانت types of sentences، أنواع الجمل ولكن من حيث الاستخدام. النهاردة إن شاء الله types of sentences، أنواع الجمل ولكن according to structure، من حيث التركيب. هل كل الجمل في الإنجليش بتتكون بنفس الطريقة؟ طبعا لا. النهاردة بنتكلم على أنواع الجمل في الإنجليش ولكن according to structure. ده هيخليك تتعود تبني جمل أقوى، أطول، أوضح. مستعدين؟ يلا بينا. أي جملة في الإنجليش لازم يكون فيها subject و predicate، فاعل وخبر. لكن الجمل مش كلها بنفس التركيب، عشان كده عندنا 4 أنواع من الجمل أو 4 أنواع من السنتنسز في الإنجليش لازم نميز ونفرق بينهم. عندنا simple sentence، compound sentence، complex sentence، compound complex sentence. هنشوف كل نوع ناخد عليه مثال عشان نعرف نفرق بينهم. النوع الأول وهو السمبل سنتنس، الجملة البسيطة، والجملة دي بتعبر عن فكرة واحدة بس، يعني بتحتوي على one subject، على فاعل واحد، وعلى one verb، يعني فاعل واحد وفعل واحد. For example, she loves music. They study hard. لو حللت الجملتين وركزت فيهم هتلاقي إن فيها one subject و one verb. لاحظ إن الجمل دي بتعبر عن فكرة واحدة وما فيهاش أي روابط للربط بين جملتين. النوع الثاني من أنواع الجمل وهو الكومباوند سنتنس، والكومباوند سنتنس دي بتستخدم لو أنا عندي فكرتين محتاج إن أنا أربط بينهم بالربط. هنا بنستخدم الكومباوند سنتنس. الجملة المركبة بتتكون من 2 simple sentences، ولكن عشان استخدمها لازم استخدم رابط من إحدى الروابط اللي مجمعة في كلمة فهم boys، for and nor but or yet or so. تعال ناخد مثال عشان نفهم. I was tired but I finished my homework. أنا كنت متعب لكني أنهيت واجبي. She likes coffee. هي بتحب القهوة. And he prefers tea. هو بيفضل الشاي. You can stay here or you can leave. ممكن تخليك هنا أو ممكن تغادر. أهم حاجة إن كل جزء من الجملة دي بيكون منفصل ومستقل بذاته، يعني ممكن تقسم الجملة وتفصل كل جزء منها وما يكونش عندك أي مشكلة. النوع الآخر من أنواع الجمل وهو الكومبلكس سنتنس، الجملة المعقدة. ونيجي بقى للكومبلكس سنتنس اللي بتديك عمق أكتر للكلام. يعني الكومبلكس سنتنس دي عشان تستخدمها لازم يكون عندك main clause، يعني جملة رئيسية أو فكرة رئيسية، وبيتبعها dependent clause، يعني جملة فرعية. الجملة الفرعية لازم بتبدأ بحاجة بنسميها subordinating conjunctions، زي مثلا because، although، since، if، when، إلى آخر هذه الكلمات. هناخد مثال. for example, I stayed at home because it was raining. أنا جلست في البيت لأن الجو كان ممطر. although he was sick he went to work. بالرغم من أن أنا كنت مريض إلا أن أنا ذهبت إلى الدوام. لاحظ أن الجملة الفرعية، ودي مهمة جدا عشان تفرق بين النوع هذا والنوع اللي فات، أن الجملة الفرعية ما ينفعش تكون مستقلة، ما ينفعش تكون لحالها، ولكن لازم تكون مكملة للفكرة الرئيسية أو للجملة الرئيسية. آخر نوع معانا دلوقتي وهو الكومباوند كومبلكس سنتنس، ودي عبارة عن جملة مركبة وجملة معقدة في نفس الوقت، يعني جملتين 2 مستقلتين بيتبعهم جملة فرعية تربط بيها. طيب تعال نشوف مثال عشان نوضح ايه النوع ده لان هو متداخل شوية. She didn't come because she was sick but she sent me a message. هي لم تأتي انها كانت مريضة لكنها ارسلت لي رسالة. يا رب نكون قدرنا ان احنا نوضح الفرق بين السنتنسز according to structure. ما تنساش استغل رمضان، القرآن، صلاة التراويح. اشوفكم ان شاء الله مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now it's time for the challenge. Can you identify the sentence types? Number 5 and the last one. Write in the comments what the type of the sentence and why. اكتب لنا في التعليقات رقم 5 what the type of the sentence، نوع الجملة ايه، and why، وايه السبب.